السلام عليكم، نتمنىكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم غادي نحضر معكم هاد لي كوكيز امريكان اللي كيجي المذاق ديالهم اكثر من رائع البنات. ما كياخذوش معكم بزاف ديال الوقت، والاهم انهم ناجحين 100%. يمكن لكم توجدوهم فتره طويله وعاد ديك الساعه تستعملوهم. عليهم اقبال هديه مثلا البنات بزاف. وحتى البنات اللي بغاو انهم يخدموا من المنازل ديالهم ويعاونوا ريوسهم، هذه هي الوصفه ديالتكم. ضروري ما تسجلوا عندكم الوصفة، غادي تحتاجوها إن شاء الله. غادي نبداو على بركة الله. كناخدو واحد لو بول اللي كنديرو فيه واحد 200 غرام ديال الزبدة. من الأحسن أنها تكون 100% حيوانية. أنا هنايا خديت زبدة اللي فيها 82% ديال لي ماتيغ غراس. أما إلا استعملتو الزبدة النباتية راه ما غاداش تنجح معاكم الوصفة البنات. عندي 150 غرام ديال السكر البني، حتى هويا من الأحسن أنه يكون داك السكر البني اللي تيكون معلك. أنا ما لقيتوش مالوغوزمون في الأسواق. درت عليه جميع الأسواق ولكن لقيته en rupture. استعملت هذا. درت 50 غرام ديال السكر سنيدة. ولكن الوصفة كتنجح البنات مع ب100% بهذاك السكر الأشقر اللي تيكون معلّك. أنا استعملت هذا الآخر حتى هو معلّك شوية ولكن ناقص واحد شوية في التعليكة. صافي تنخلطوا المقادير ديالنا مزيان مزيان حتى كتذوب لينا هذيك الزبدة مع السكر. وكنزيدوا عليهم واحد 2 بيضات بدرجة حرارة المطبخ، واحد شوية ديال الملحة، واحد شوية ديال لاغوم ديال الفاني. من الأحسن أنه يكون من النوعية الجيدة باش تنجح معاكم الوصفة. ما كانش عندكم يمكن لكم تستعملوا لي ساشي ديال الفاني. صافي تنخلطوا حتى كيتجانسوا لنا العناصر كاملين البنات. وكنزيدوا عليهم واحد 300 غرام ديال الدقيق الأبيض. من الأحسن أنه يكون حتى هو الدقيق الأبيض ديال الحلويات، الخاص بالحلويات. كنزيدوا واحد معلقة كبيرة ديال البيكربونات ديال الصودا اللي كتكون متوفرة عند اللي كيبيعوا مستلزمات الحلويات. كنزيدوا واحد معلقة صغيرة ما يعادل واحد 4 غرام ديال خميرة الحلويات. وكنخلطوا كنغربلوا الخليط ديالنا مزيان. وكنخلطوا مزيان مزيان حتى كنحصلوا على واحد العجين متجانس. ما كنحاولوش أننا نخلطوا هذيك العجينة مزيان أولا ندلكوها مزيان. غير كنكتفيو أننا كنجمعوها. إلا ما قدرناش هكايا بلا سباتول كنديروا يدينا حتى تجانس لنا العجينة ديالنا. شوفوا ليا القوام ديال لي كوكيز ديالنا البنات، ها نتوما كيتجمع لينا بهذيك 300 غرام بالضبط ديال الدقيق. شفتوا ما كيتلصقش في اليدين. صافي هنايا انايا الا كنتو بغيتو تستعملوا غير نكهه واحده يمكن لكم تخليوه بهذيك الطريقه. انا هنايا استعملت 3 ديال النكهات، قسمت العجين ديالي على 3 ونكهته ب3 ديال النكهات اللي مختلفه. النكهة الأولى كندير شوية ديال الملوِّن اللي كيكون كيتباع عند مستلزمات الحلويات. راه كتاخدوا غير كمية صغيرة، 5 دراهم، راه كتدي لكم واحد المدة اللي هي طويلة. استعملت الملوِّن الأحمر واستعملت الملوِّن الأخضر بنكهة الفستق. النكهة الثالثة خليتها هكاك، زدت فيها غير شوية ديال les pépites de chocolat. صافي ها نتوما الطريقة راه موضحة في لا فيديو مزيان البنات. صافي وكنخلطوا هاد المقادير كامله وكنخليو العجين ديالنا مده 30 دقيقه في الثلاجه حتى كيبرد لينا تماما. عاد كنبداو نشكلوا الكويرات اللي كيكون الحجم ديالهم 20 غرام. ما كنفوتوش هاد القدر البنات باش ما كيجيوكمش كبارين، وما كنديروهمش ثاني صغار باش ما يجيوناش صغيورين. هاد الحجم هذا 20 غرام كيعطينا واحد كيعطينا واحد الشكل اللي بحال اللي كيتباعوا عندنا عند مالين الحلويات. صافي كنبقاو بهاد الطريقه هادي كنشكلو كنعبرو كنشكلو حتى كنكملو الكميه اللي عندنا كامله البنات. وكنعاودو نرجعوهم الكونجيلاتور واحد 10 ديال الدقائق. عاد ديك الساعه كنديروهم في لاطا ديال اللي غادي ندخلو للفران. علاش كندخلوهم هذيك 10 ديال الدقائق البنات؟ كندخلوهم باش ملي كنبغيو الكميه اللي غادي نطيبو راه كنطيبوها، والكميه اللي كنبغيو نحتفظوا بها ضروري انها تكون حتى هي جامده اولا شاده في راسها. صافي باش ملي كنبغيو نستفوها في هذيك اللاطه ديال اولا لا سوبيير اللي غادي ندخلو للكونجيلاتور ما كتلصقش لينا وحده على وحده. صافي ها نتومايا كيف ما شفتوا كنبقى بهذه الطريقه هذه حتى كنكمل الكميه كامله. وضروري ما كنفرش ليهم ورق الطهي باش ما كيتخلطوش لينا الالوان. الفرن البنات كنسخنوه درجة حرارة 180 درجة. ما كنفوتوش في الطهي ديالهم 10 ديال الدقائق. كنبقاو وحداهم البنات دغيا كيطيبوا حيت ما فيهمش شي مقادير اللي كثيرة. كيتحمروا من التحت وكنهبطوهم قسم ديال المكانه من الفوق وكنخرجوهم. ضروري البنات كنأكد وكنعاود على هاد الطريقة هادي باش ينجحوكم معاكم لي كوكيز ديالكم.
ها هما بعد ما خرجتهم من الفران، ها نتوما شوفوا الشكل ديالهم البنات، كيجيو رائعين. راه كيطيبوا زعما في 10 ديال الدقايق، ما تفوتوش ليهم 10 ديال الدقايق سينو ما غتنجحش معكم الوصفه ديالكم. صافي هنايا انا التزيين كيبقى اختياري ولكم الابداع باللي بغيتوها البنات. اي حاجه متوفره عندكم يمكن لكم تستعملوها. وهنايا بدعوا لي في التزيين ديالكم وكنقدموهم بهذه الطريقه وبالصحه والراحه. نتمنى ان الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم. ما تنساونيش البنات كالعاده في لي لايك الى عجبكم فيديو ديال اليوم باش يبقى يوصلكم لي فيديو ديالي. وبالصحه والراحه.